ثم بعد شكر الله تبارك وتعالى أشكر الإخوة جميعا القائمين على هذا المقام وهذا المسجد، والذين أسهموا إسهاما مباركا متقبلا إن شاء الله على مثل هذا اللقاء ويسروا له، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازينهم. فهذا المركز وهذا المسجد العظيم في هذه البلاد التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى إعطاء صورة لأهلها عن الإسلام والسنة والسلفية بعد التشويه العظيم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المركز وهذا المسجد بعد أن اجتمع الإخوة وقرروا أن يجعلوه باسم الشيخ الإمام السلفي تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، شيخنا وشيخ السلفيين وشيخ مشايخنا جميعا رحمة الله عليه رحمة واسعة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون ذلك برا به بحمل اسمه، وأن يكون أيضا سببا لاقتفاء أثره وتتبع آثاره ونشرها والاجتماع عليها وحث الناس عليها، لأنه رحمه الله كان إماما في السنة متصلبا في السنة يدعو إليها ويحاول وجاهد وحاول كثيرا أن يطهرها وأن ينقيها من كل ما قد علق بها ويعلق بها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجعل مثل هذه اللقاءات وهذا البر من بر أهل الإسلام بالشيوخ والعلماء وأداء حقهم، لأن العلماء يا إخواني لهم حق علينا. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم كبيرنا، من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فالكبير يحتاج إلى شيء من الرعاية ولا شك والتوقير، وهذا هو الواجب على الشباب تجاه الكبار كبار السن، أن يوقروهم وأن يجلوهم وأن يحترموهم وأن يعتنوا بهم. وكذلك الصغير يحتاج إلى الرحمة وإلى العطف والعناية حتى يتقبل منا في باب القبول والتربية. وأما العلماء فقد جعل الله تبارك وتعالى لهم حقا علينا، والحق لا بد أن تؤديه قبل خروجك من الدنيا، وإلا فالمساءلة يوم القيامة والأخذ تجاه الحقوق إنما يكون في الحسنات يا عبد الله. فحق العلماء عظيم علينا. ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه، وإذا عرفت الحق فلا بد أن تؤدي هذا الحق كما أوجب الله تبارك وتعالى في متابعة العلماء الربانيين ولا شك، الذين أخذوا من ميراث نبينا ويدعون إلى ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، لا إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى مصلحة ولا إلى وجاهة أو غيرها، وإنما يدعون الناس إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام.